السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ رزقي. نتمنى لاباس عليكم وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو تاع اليوم. قبل ما نبدو الوصفه ما تنسوناش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكا باش يصلكم كل جديد، وتخلونا لي كومونتير والتعليق تاعكم اسفل الفيديو هكا باش نشوفهم ويزيدوا هكا كيما نقولوا يدعمونا ويشجعونا باش نقدموا المزيد من الوصفات. كما راكم تشوفوا اليوم غادي نديرو كيكه شوكولاته، غادي تكون كيكه خفيفه بزاف وطريه شيشه وتجي الذوق تاعها بزاف بنين. وكما قلت لكم دائما ندو بكريمه اقتصاديه غادي تقدروا كاع ديروها وتجيكم كما راكم تشوفوا اليوم تجيكم خفيفه وهشيشه. شوفوا هنا تاني غادي حليت لكم هكا باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات بزاف بنينه وجات طالعه الكيكه والكريمه تاعها بزاف بنينه. نتمنى تعجبكم الوصفه وتكملوا للاخير باش تشوفوا طريقه التحضير تاعها. ونبدو بسم الله. وهنايا في البسينه ولا البول اللي عندك نديرو هنايا 3 حبات تاع بيض يكونوا متوسطين الحجم ودرجه حراره الغرفه. نزيدو عليهم هنايا كاس تاع سكر، وزن الكاس هو 180 غرام. زدنا عليهم ساشي تاع لافاني ورشه تاع الملح ونخلطوا هادو المكونات. قاعده تخلطيهم غير بالفوي كيما راني ندير انايا، ولا ديري بالباتيغ ولا البيتران اللي عندك. المهم حنا نخلوه حتى يمتزج لنا مليح والسكر يذوب لنا بهذه الطريقه حتى يذوب لنا السكر. وهنايا زدت عليهم كاس تاع حليب. هنايا وزن الكاس راه 170 مليلتر. وزدنا عليهم نصف كاس تاع زيت. نخلطوا هاد المكونات كما راكم تشوفوا تاني خلطوهم مليح بالفوي بهذه الطريقه، طريقه سهله وواضحه. هنا اللي عندك ميكسر ولا هذاك البرا ميكسر ولا عندك الميكسر تحطي كاع المكونات في لحظه في الميكسر وخلطي كل شيء. انا درتها بالنسبه اللي ما عندهمش الالات اللي كيما هكا دير غير بالفوي وجهه شابه. هنا درت انا كاس تاع فاينه وزدت عليه خميره الحلويات ونزيدو نصف كاس الثاني كيما راكم تشوفوا ونخلطوا. وهنايا نزيدوا عليهم الكاكاو. هنا بالنسبه للكاكاو انا هنايا درت زوج مغارف وزدت الثالثه يكونوا معناتها المغرف ما تكونش مقبى معناتها معمره بزاف، تكون مليحه ممسوحه. وهنا غربلنا كاع المكونات. دائما هادو المكونات الجافه دائما غربلوهم هكا باش ما يبقوناش حبيبات سيرتو في هادو الخليط اللي يكون خفيف. نخلطو مليح كل شيء، نخلطو الفاينه والكاكاو ندخلوه مليح في الخليط اللي عندنا. هنا بالنسبه نكونوا ديجا شاعلين على الفرن هكا باش يكون الفرن حامي من غادي ندخلو الكيكه. هنا يتاكد بالسباتيل باللي كاع المكونات ممتزجين والفاينه ماش باقيه من تحت. وهنايا نجيبوا البلاطو اللي غادي ندخلوه في الفرن، ندوله الزيت ونغربلو فيه شويه تاع الكاكاو ونديرو فيه الخليط اللي عندنا. كما راكم تشوفوا الخليط كيفاش جا شويه معناتها ما سائل ما تقيل، يكون نص نص هكا باش تجينا الكيكه تاعنا خفيفه. هنا من طابت الكيكه كما راكم تشوفوا طيبنا من تحت ومن الفوق. من فوق باينه ما غاش تاخذ وقت بزاف. كما راكم تعرفوا الكيكه تاع الشوكولا دائما يكونوا بالخف يطيبوا. زدنا عليهم كاس تاع حليب بارد شربناها الكيكه. درنا عليها كاس بارد. تبغوا هذاك الكاس تاع الحليب تنكوه بشويه تاع نسكافيه ولا بهذيك شوكولا، هذيك شوكولا تاع الحليب تقدروها. وهنايا ككريمه انا درت هنايا كاس حليب بارد ولا تقدري كاس ماء بارد يكون بارد مليح. نزيدو عليه كاس تاع شونتيي ونزيدو عليهم انا هنا زدت عليهم شوكولا نوتيلا معناتها شوكولا تاع الطالي. نزيد عليهم زوج مغارف متوسطين، ولا تقدري ديري عليهم كسموها اليايرت دانيت هذاك تاع الشوكولا
هذاك تاع شوكولا تقدر ديريه. وهنايا بالنسبه للذوق كل وحده والذوق اللي تبغي ديري كراميل ولا شوكولا، هذا بالنسبه هذا الذوق اللي كنتيا. وهنايا حطينا الكريمه كما راكم تشوفوا، الكريمه عندنا متماسكه، حطينا الكريمه في الوجه ونقعدوا نسقدوا فيها. كما قلت لكم هنا بالنسبه للكريمه كل وحده ودير الذوق اللي هي باغيته. انا هنا درت ذوق شوكولا دي شابه. كما قلت لكم لا ما عندكش شوكولا هذيك تختيني تقدي ديري هذيك قلت لكم دانيت، هذيك يايورت دانيت الصغير، هذيك القوطي الصغير تقدي ديري هذاك يعطي ذوق شباب. وهنايا قعدت نسوي السطح تاعها مليح هكا باش يجينا السطح كيف كيف. وهنايا كنت مذوبه ديجا شوكولا شوكولا قابصه مينا ولا هذيك اللي راهم كاينين امباسادور، ولا تذوبيها مع شويه تاع حليب. وهنايا نبدو ندورو في الخطوط الى ديروها والشوكولا تكون معناتها طريه باش ما تقسح لكمش، باش غادي ندوو هنايا الخطوط كما كتشوفوا. كما هنا قعدت انا هنا بالنسبه للتزيين، هنا تزيين اختياري كل وحده وتزين على حسب ما هي باغيه. انا زينتها بهذه الطريقه، درت لها خطوط ومن بعدها بالكيردون قعدت ندير لها بهذه الطريقه كيما تاع الميلفاي. وهنا تزيين كل وحده وتزين كيما تبغي، قاعده ديري هكا دي فلور ولا زيني بحاجه هكا بحاجات واحد اخرين بالكاكاو ولا كاكاو ولا لوز ايفيلي، ولا هنا تزيين اختياري كل وحده وتزين على حسب هي مش تبغي. وهنايا هنا نخلي تزيين كيما هكا تزيين سامبل. تبغوا تدو على جوانب كاكاو ولا هكا يكون مدجدج وطحنينه يجي تاني تزيين شباب. وهنايا خليتها تبردت مليح، انا خليتها حتى الصباح عاد باش قطعتها. وشوفوا كيفاش جات جات الكيكه خفيفه بزاف كيما راكم تشوفوا. والشوكولا من قلت لكم من شوكولا تخلطوا معها بالحليب هكا باش ما تجيكمش الشوكولا من تقعدوا تقطعوا فيها، تجيكم الشوكولا تقطع وحدها. انا درت في هذا بلاطو عندي كبير، قدوا دو النوع بلاطو دو مستطيل ولا الشكل اللي راكم باغينه. وهنايا غادي نحلكم هكا حبه باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. ها شوفوا كي جات طالعه الكيكه تاعنا جات طالعه. وهنايا غادي نقسم لكم هكا باش تشوفوا كيفاش جات خفيفه. جات هذه الكيكه خفيفه بزاف ريشه، وتاني الكريمه تاعها المذاق تاعها بنين. هذاك الاضافات اللي زدناهم عطاوه الكريمه عطاوها بنه شابه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وديروها ان شاء الله وجربوها. وش نقول لكم دروك تهلاو في رواحكم ونتلاقوا ان شاء الله في وصفه اخرى. مع السلامه.